جايز، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عاملين ايه في البرد يا جماعه؟ تعالوا اما احكي لكم روايتي الحزينه في لم المواد. بصوا يا جماعه، المدرسه كانت مديانا اجازه يوم الاحد والخميس، دول زياده مع الجمعه والسبت. تمام قوي. قررت ان انا في كل يوم من الايام دي هلم ماده واحده، والنهارده كان يوم الدراسات. بصوا يا جماعه، بس عشان تبقوا فاهمين حاجه، الساعه دلوقتي 11 و58 دقيقه، يعني الساعه 12. المهم، فانا مخلصه منهج الجغرافيا كله. انا ما عنديش مشكله في التاريخ، يعني مثلا ممكن اكون مخلصه فيه لكن عايزه احل. فبفتح منهج الجغرافيا بحل، لقيت نفسي مش عارفه احل ولا كلمه، مش عارفه احل ولا حرف حرفيا. فانا حرفيا انا عملت كده. هو هعمل ايه بقى؟ انا مش عارفه احل المنهج كله، يعني انا مش عارفه احل. فقررت ان انا هعيد منهج الدراسات كله الليله دي. منهج الجغرافيا كله هيخلص الليله دي. خطه، جدول، مفيش. معرفش هعمل ايه. يعني النهارده انا اصلا شخصيه تخطيطيه جدا جدا جدا، لكن النهارده تقريبا هو اكتر يوم ارتجالي همشي فيه. يعني التاريخ يعني امره سهل، هشوف له مراجعه نهائيه وخلاص. فبصوا يا جماعه، بس انا عايزه اقول انا ما باخدش دروس. دي مشكله في حد ذاتها، او مش مشكله يعني، دي حاجه بتسهل المواضيع اكتر. مش متاحه معايا، وما عنديش كتاب الامتحان. بصوا كل حاجه حرفيا. بص اقول لكم، انا اصلا مش موضوع حاجه، انا كشخصيه او فزلكه او كده. انا كشخصيه متعوده ان انا يعني من وانا صغيره ان انا بذاكر لوحدي وبذاكر مع النت. دي يعني انا متعوده على كده. فانا بالنسبه لي مش مشكله خالص ان انا يكون معايا كتاب خارجي، او مشكله خالص ان انا يكون معايا بتاع ده درس. يعني انا اصلا الكتب الخارجيه بجيبها فزلكه، بجيبها عشان شكلها حلو، عشان الغلاف. يعني بصراحه انا اصلا اكتر كتب بحب اجيبها، مثلا انا بجيب كتاب الاصول دي. انا جبت السنه دي الكتب الشرعيه والعربي بس يعني في اللي انا محتاجاه في الازهر، عشان الكتب الخارجيه الازهريه بتبقى مفصصه كل حاجه، فبيبقى الموضوع اسهل بكتير. لكن رغم كده عادي، مش شرط ان انا اجيب كتب خارجيه، كنت ممكن امشي بكتب المدرسه بس. فاحنا النهارده هنلم منهج الدراسات كله باقل امكانيات. كل اللي انا هحتاجه عشان الم منهج الدراسات النهارده هو تليفون وكتاب. ومش شرط احتاج كتاب بس، انا كتاب هحتاجه عشان فهرس المواد، فهرس الدروس ولا ايه. فتعالوا بينا نشوف هنعمل ايه الليله دي. اوكي، دي كل الحاجات اللي انا هذاكرها الليله دي. هحل على ال3 دروس اللي انا مش مذاكراهم، وهذاكر ال3 دروس اللي انا مش مذاكراهم او مذاكراهم بس انا مش فاكراهم، وهراجع على التاريخ. واخر حاجه اللي هو ختامهم مسك، عشان اثبت كل حاجه هحل محافظات من على النت طبعا. اوكي، كده المكتب يعتبر جاهز. هحاول اطلع من الفايل ده اي حاجه ليها علاقه بالدراسات. لقيت شويه حاجات كويسه وهتنفع. بصوا يا جماعه، ده فهرس محتويات الفصل الدراسي الاول. سيبنا من التاريخ، خلينا في الجغرافيا. في دروس هنا انا عايزه اعيدها من اول وجديد، وفي دروس مجمعه منها شويه معلومات لكن مش حاسه ان انا مجمعها قوي. يعني مثلا السوريات البشريه ده انا مجمعه منه معلومات، واول درس وتاني درس. لكن اخر اللي هما الدرسين دول والدرس الاخير دول مش يعني معرفش، حاسه ان انا وحشه جدا فيه. فهنعيد ال3 دروس اللي انا حاسه ان انا مستواي وحش فيهم دول من اول وجديد، والدروس اللي انا حاسه ان انا عارفه منها شويه معلومات ومش مراجعاها هنحل فيها بس. يلا بينا نبدا. اوكي، انا هستعمل بومودورو تكنيك، اللي هي ان انا هذاكر مثلا 45 دقيقه واستريح 15 دقيقه. اوكي، يلا بينا. اوكي، هنا اخيرا كنت خلصت حل اسئله الدروس اللي انا كنت محتاجه اراجع عليها. دلوقتي يلا نخش بقى في الصعب. اوكي، هنا انا خلصت الدروس اللي انا عايزه احل عليها اسئله. دلوقتي يلا ندخل على الدروس اللي انا عايزه اذاكرها. دلوقتي بخلص الدرس اللي هو بتاع الاقاليم الحاره، الاقاليم المناخيه عموما. هخلصه وارجع لكم. اوكي كده يا جماعه، انا حليت على كل الدروس اللي انا ما كنتش مراجعه عليها قوي الحمد لله. وخلصت الدرس الاول وعملت الجدول اللطيف ده، هو مش باين، انا خطي وحش جدا يا جماعه ما تركزوش. فدلوقتي هكمل بقيه الدروس اللي انا مش مذاكراها اذاكرها وارجع لكم في الجغرافيا. بصوا، انا حسيت ان انا زهقت شويه من المكتب، وانا لما بحس ان المكان اللي انا قاعده فيه زهقانه فيه لازم اقوم منه، لان كده انا لو قعدت شويه فتره اطول هزهق اكتر، فبالتالي مش هكمل. فانا قررت ان انا هقوم اذاكر على التلفزيون، هفتح النت على التلفزيون يعني. يلا بينا. الحمد لله، وبعد فترة كبيرة قدرت ان انا اخلص ال3 دروس جغرافيا. بجد خدوا مني وقت ومجهود، الحمد لله.
هنا يا جماعة أخيرا خلصت منهج الدراسات وفاضل لي المحافظات بس. اوكي يا جماعة كده نكون الحمد لله لميت الدراسات كلها في ليلة واحدة. في حاجة بقى مهمة جدا عايزة اقولها. في ناس هتشوف الفيديو ده هتقول واو، طب ما الموضوع سهل اهو، طب ما احنا نعمل كده وليلة الامتحان ومش عارفة ايه والجو ده. انا عايزة اقولكوا حاجة مهمة. طيب السؤال هنا، هل احنا نقدر نلم منهج الدراسات كله او منهج اي مادة او نعمل اي حاجة في ليلة واحدة؟ الاجابة هي وممكن نعمل كده ونخش نقفل الامتحان ونجيب اعلى درجة ونبقى زي الفل. لكن الفكرة هنا، هل احنا عندنا القدرة ان احنا نعمل كده؟ هو اي بني ادم يقدر يعمل اي حاجة، لكن الفكرة ان انتوا متأكدين ان قدرتكم مش هتخونكم؟ بصوا يا جماعة، انا عايزة اقولكم على حاجة. الفيديو ده متقسم على ليلتين عشان اقول الصراحة. انا كنت عاملة حسابي ان الفيديو ده هيتقسم على ليلة واحدة، لحد ما جيت في نص وانا بذاكر كنت بحل الاسئلة وخلاص حليت كل الاسئلة اللي هي بتاعت اول 3 دروس، لقيت نفسي بموت وعايزه انام مش قادره. قلت انا بعمل في نفسي كده ليه؟ ما انا عندي وقت والحمد لله، يعني الامتحان مش بكره، اقسم الموضوع على ليلتين. فانتوا ممكن تعملوا اي حاجه لكن ما تتوقعوش ان قدرتكم دي ممكن تفضل مكمله او ان هي ما تكونكوش، لان انتوا بكل بساطه بشر. وانا مش مطلوب مني ان انا اخلص الدراسات كلها اللي اتشرحت في الترم كامل في ليله واحده. فليه يعني ما تحطوش نفسكم في مأزق ان انتوا يا اما تموتوا من قلة النوم يا اما تسقطوا. فاللي انا عملته النهارده ده انا عملته قبل الامتحان الحمد لله، يعني بفضل الله قبل الامتحان، ولسه فاضل 20 يوم على الامتحان تقريبا. على فكرة التربية والتعليم اللي انا اكتشفته ان التربية والتعليم هيمتحنوا معانا برضو مع الازهر، فاحنا تقريبا مواعيد امتحاناتنا مع بعض. كل اللي انا عايزه اقوله لكم ان انتوا تقدروا تعملوا اي حاجه، لكن ده ما يخليكوش ان انتوا تعتمدوا قوي قوي انكم هتعملوا كل حاجه ليله الامتحان. لا، خلي ليله الامتحان دي اسهل ليله تعدي عليكم واقل ليله في التوتر والكلام ده. ما تخلوهاش ليله موتره، خلوها ليله كده جميله. كل اللي انتوا تعملوه فيها ان انتوا بس تحلوا محافظات، تحلوا امتحانات، تشوفوا الاسئله اللي انتوا مش عارفينها في المنهج وتذاكروها. بس خلوا ليله الامتحان دي ليله سيمبل جدا، تبقوا قايمين الصبح مستعدين للامتحان وفي نفس الوقت مش متوترين او كده. وبس هو ده كان فيديو النهارده. اتمنى انكم تكونوا استمتعتوا وانتوا بتتفرجوا عليه واستفدتوا برضو. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب كل حاجه. باي.